السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. خلق الفرص هذا لا يعني خلق الفرص لا يعني بأنه الضعف ديال الفريق ديال الوداد. نعم. المفروض في كرة القدم أنك يجيك فرص، يعني العبرة بالنتيجة ديال المقابلة، والمقابلة ما تشبه مقابلة. ما كنتش نقول بأنه المقابلة ديال اليوم حتى ولو لعب فريق الوداد بشكل سيء وانتصر غنقول انتصر. نعم. يعني ماشي جميع المقابلات اللي فازوا بها الفرق الكبرى راه هما اللي يعني الافضل، هما الافضل. يعني خذ فيك ناخذ غير المباراه الاخيره ديال نهايه كاس القارات ما بين الشيلي والمانيا. نعم. الشيلي داروا كل شيء في المقابله بالقوه بالاندفاع، خطا ديال احد اللاعبين سجلوا به هدف وانتهى الامر. نعم. ما غنقول شيء بانه لا يستحقون فاز العبره بانك انك فزتي في المقابله. كان يكون الاشكال لو انه كون سجل، اما تضييع ديال الفرص هو مساله وارده في كره القدم عاديه، وجميع المباريات كيكونوا فيها فرص كثيره اللي كتضيع. طيب الان قلنا بانه غادي نلعبوا مع سان داونز هو الحامل ديال اللقب. نعم. حامل اللقب على حساب من؟ على حساب الزمالك، وتنعرفوا بانه الفريق ديال الزمالك يعني غير حنا ما غنستهنوش بسان داونز لا ابدا، ولكن غير ما نردوش منه بانه راه حامل اللقب، بانه فريق لا يقهر. يعني اول ملاحظه نلاحظوا على سان داونز شنو هي؟ اول حاجه هو انه الفريق ما تيربحش في بلادو، بانه يلعبوا اول شيء في بلادو ما تيربحش نهائيا. نعم. طيب الوداد عندهم رساله انه ماشي بوحدكم، ماشي انتم الاولين اللي غادي بحال كما درنا قلنا على الكوتون سبور. كوتون سبور خسر مع كل شيء. نعم. خصو يخسر مع الوداد صافي بالفعل. ياك هادشي اللي كاين. نعم. قلنا علاش انتم غديروا غتنتصروا الا على الوداد. والدليل هو الامس سعيد كان الفريق متقدم على فيتا كلوب 1-0 ويتعادل معاه علما بانه فيتا كلوب ماشي بديك القوه الكبيره. هنا يمكن القول العذر لانه غير التعادل دايز. نعم. وحتى ولو يربح ما غايدوش شي هو الاول. انما في المقابلات ديالو في جنوب افريقيا ما تينتصرش. هذه اذا ما تعادلش كينهزم. نعم. بمعنى التفسير اللي يمكن ناخذوه لشي فريق انه ما تيقدرش يدير اللعب. نعم. تيتسنى دائما الخصم هو اللي يدير اللعب ويلعب عن طريق الحملات المضاده. نعم. في كره القدم هذه الامور واضحه. لما في الميدان ديال الفريق ما تقدرش ينتصر، بما انه الا درتي دفاع ديال مثلا 4-4-2 ولا دير وسط الميدان فيه 5 لعابه، ما عندوش لاعبين عندهم فنيات اللي يمكن لهم يخلقوا الفرص ديال التسجيل امام التكتل الدفاعي. نعم. عكس خارج الميدان الفريق الخصم هو اللي تيبغي يدير اللعب، هما يمكن عندهم ذاك المساحات، يمكن عندهم شي لاعب سريع او شي حاجه، ممكن هنا في هذه الحاله هذه ممكن يخلقوا المشاكل هذه. اول ملاحظه لقيت بانه الفريق ديال ما تينتصر شيء خارج داخل الميدان ديالو، ما تينتصر شيء. الترجي خسر مع الترجي وتعادل معاه خسر معاه في جنوب افريقيا وتعادل معاه في تونس بصفر اللي مثليه. شنو اخر المقابلات اللي عنده؟ هادشي اللي كاين، يعني انه مع سان جورج من ليبيريا تعادل في الميدان ديالو ب0-0، فاز ب1-0 خارج الميدان. الدوري قبل المجموعات مع كامبالا انتصر خارج الميدان لا في الميدان ديالو ب2-1 وتعادل خارج الميدان ب1-1. يعني نفس الشيء بالنسبه لفيتا كلوب 0-0 1-0. اذا انتصر خارج الميدان ب1-0 وتعادل في الميدان ديالو ب0-0، بمعنى انه ب0-0 تعادل ب0-0 وفاز ب1-0. نعم. اذا هذا هو سان داونز. يعني قلنا بانه هو الفائز بكاس افريقيا. المشاركه ديالو في كاس العالم تعطي واحد الصوره، باش ناخذ صوره على الفريق ديالنا، ماشي باش نبينوا انه ضعيف، لا غير باش نبينوا بانه عندنا الحظوظ. لعب مع فريق سميتو كاشيمي ديال اليابان، انهزم 2-0، وخسر مع جيونبيك من كوريا ب4-1. هذه صوره ديال الفريق اللي ماشي قوه كبيره، ولا ما غاديش نقولوا متواضعه، ولكن غادي نقول بانه ماشي ذاك الفريق اللي يمكن على انه يشكل لك هاجس، ولا على انه يقلق. اعتقد بانه
فريق الوداد ملي يدير واحد القراءه ولا الاطار التقني ديالو في هذه النتائج ديال الفريق على مستوى دوري الابطال هذه السنه هذه، خص تكون فكره عند اللاعبين على انه نمشيو ونجيبوا نتيجه ايجابيه من جنوب افريقيا، نمشيو نبحثوا على الفوز في جنوب افريقيا. واعتقد بانه اذا مشاو اللاعبين ديال الولاد بهذه الفكره بامكانهم على انهم يحققوا هذه النتيجه. وحنا الان بغينا نديروا الضغط على اللاعبين. نعم مزيان يكون الضغط بعيد بالفعل. الضغط اللي تيبقى له 3 ايام 4 ايام صعيب. نعم. اما الضغط اللي تيكون بعيد تيمكن له يستوعبوه مع مرور الوقت، لانه الواحد الا ولف الحمل الثقيل صافي تيدرب عليه. اللي صعيب انك في الاخر لحظه دير عليه الثقل. نعم. اما الا ولف غادي يمشي بهذا بستانس اذا